انا جاي عشان يعني الاول اسلم على الناس بتوع النادي المصري واسلم على الجمهور واطمنهم ان الامور ان شاء الله يعني ماشيه احسن ان شاء الله، وهتبقى احسن بعد كده الفتره الجايه. النادي المصري طبعا نادي احنا كلنا بنحبه. صحيح حصل كبوه معينه كده من سنتين وادت لمشاكل اخصام ومشاكل بين بورسعيد وبين القاهره وبين جمهور النادي الاهلي. النادي عريق وجمهوره والنادي الاهلي وجمهوره على دماغنا من فوق، لازم يعلموا ذلك. لكن الحقيقه حصل يعني موقف ادى الى ارواح، لكن انا متاكد ان في ناس كتير اتظلمت في هذا الموضوع. ان شاء الله هنسعى خلال الفتره الجايه يعني نعود لحب مصر تاني، بورسعيد والنادي المصري ان شاء الله باذن الله. شايف حضرتك النهارده المران يعني على خير ما يرام، كل شيء الجماهير متعطشه لرؤيه ناديها، مجلس الاداره للنادي المصري والمريخ ميسرين كل الامور اللي عشان المران يعدي على خير. ده بيأكد ان الشعب عنده وعي يعني عالي جدا، بدليل الناس قاعده بتتفرج على التدريب بتاع الناس بتاعها ومخلصين بالنادي ويشجعوه. انا بقول ان في مشكله حصلت، لكن ان شاء الله هنسعى نتجاوز المشكله دي ونعود احنا وبورسعيد والنادي المصري الى حضن مصر. بالتاكيد الانديه البورسعيديه تحتاج دعم من المحافظه موارد، مش اكيد حاجه تفقد النهارده نادي المريخ ممكن يكون محتاج دعم لتجديد منشآته، لتجديد عقوده مع لاعبيه، كذلك الامر للنادي المصري. والله احنا لما طلبنا دعم الناس رجال الاعمال والناس محبي الناده المصري في بورسعيد الناس تجاوبوا معانا على طول، ولما نادي المريخ طلب دعم احنا تجاوبنا معاه، ولو النادي المصري طلب اكتر من كده هنتجاوب معاه عشان تبقى بورسعيد زي باقي المحافظات فيها نوادي وفيها جمهور يسعد بالنوادي بتاعتها ان شاء الله. كان هناك فكره لانشاء استاد عالمي خارج حدود مدينه بورسعيد ليكون مدينه اولمبيه، يعني تتسع لمعسكرات خارجيه لجميع الانديه وينتفع بها انديه بورسعيد واولها النادي المصري. والله هو ده تخطيط لسه، لكن الحقيقه لسه بتخطيط حاجه ان ارض بورسعيد محدوده، سواء في الشرق او في الغرب او في الجنوب، ارض الحقيقه محدوده جدا. لكن يعني اذا كان التخطيط ده موجود انا الحقيقه ما شفتوش، لكن لو كان التخطيط ده موجود انا اسعى برضه فيه، لان هو الرياضه اساس حاجات كتير، المنشآت الرياضيه مهمه جدا للرياضيين، وان شاء الله اذا كان الموضوع ده موجود او نبحثه ان شاء الله